تبدأ القصة في بيت مصري أصيل مع أول خيوط شمس نهار رمضان. الأم سعاد تقف في مطبخها الذي تفوح منه رائحة التقلية والمحشي. لا تتحرك سعاد بآلية، بل كأنها تؤدي رقصة هادئة. يدها تلف ورق العنب ولسانها لا يتوقف عن التسبيح. يدخل الأب إبراهيم حاملا أكياس الفاكهة، يضعها على الطاولة ويقترب منها قائلا بامتنان: يعطيك الصحة يا أم سيف، النهاردة أول عزومة والبيت هيتملي بالحبايب، تعبتي قوي من الصبح. تلتفت له سعاد بابتسامة صافية: تعبهم راحة يا أبو سيف، أنا بنوي كل لقمة بجهزها صدقة، وبدأ ربنا يطرح البركة في لمتنا. يربت إبراهيم على كتفها ويساعدها في غسل الفاكهة، وهو يردد معها الأذكار. قبل المغرب بدقائق البيت يتحول لخلية نحل. الأهل والأحباب يتوافدون، العناق حار والضحكات تملأ المكان. سيف الصغير يراقب السفرة الطويلة التي أعدها والداه بحب. يجلس الجميع حول المائدة. الصمت يحل فجأة، إنها ساعة الاستجابة. الكل يرفع يده للسماء بقلب خاشع. الأب إبراهيم يوزع التمر بنفسه على الضيوف، وعينه تلمع بالفرحة وهو يرى عائلته مجتمعة. ومع انطلاق صوت الأذان الله أكبر تبلل القلوب قبل العروق بماء اليقين والرضا. بعد تمرات قليلة ينهض الجميع، لا يكملون الطعام قبل الوصل. يفرش إبراهيم سجاجيد الصلاة في صالة البيت الواسعة، ويقف إماما بالعائلة. مشهد مهيب، صفوف الرجال والنساء والأطفال، والكل يسجد في وقت واحد خلف صوت إبراهيم الرخيم وهو يرتل القرآن. في تلك السجدة تذوب أي خلافات. بعد الصلاة تعود الحياة للسفرة، لكن هذه المرة بضحكات أعمق ونفوس أهدى. الأم سعاد توزع أطباقها وهي تسمع كلمات الثناء والدعاء لها. تنتقل السهرة لركن الشاي بالنعنع والحلويات الرمضانية. الجد يحكي قصصا والأحفاد يلتفون حوله، والأب والأم يتبادلان نظرات الرضا. البيت في هذه اللحظة لا يسكنه البشر فقط، بل تسكنه السكينة.